في 2026 في 3 موبايلات شكلهم مغري، بس لو اخترتهم يبقى انت اخترت غلط وهتندم بعدين. قبل ما تنزل تشتري موبايل مستعمل خليني اقول لك تبعد عن ايه وايه البديل الصح. معاكم مصطفى الديب، خبرة عملية في سوق الموبايلات المستعملة، وهنا في قناة يوزد اب فون هقول لك المعلومة الصح عشان تختار الصح. ويلا ندخل في المهم. اول اختيار غلط او اول تليفون انت ممكن تشتريه وتندم بعدين هو السامسونج A51. انا معاك ان شاشته حلوة تمام، يعني شاشته اموليد، بس التليفون المعالج بتاعه في 2026 بقى ضعيف، يعني انت هتلاقي تهنيج بسيط في الالعاب. كمان اداء التليفون مش ثابت، ودلوقتي بقت في نسخ كتير بدأت تظهر فيها مشاكل الريستارت لوحدها. بس علشان ما نظلمش التليفون خلينا نقول ان هو فيه ميزتين. اول ميزة ان بيشحن تايب سي، شحنه سريع نسبيا يعني. كمان الكاميرات بتاعته نظيفة، يعني ممكن نقول الكاميرا الخلفية بتاعته والامامية كمان ممتازة في التصوير بالنهار. بس زي ما قلت لك العيب بتاعه في المعالج. طيب فرضا انت نزلت تشتري ولقيت التليفون قدامك ولقيت سعره ممكن يكون اقل من اسعار السوق، اسأل التاجر ايه العيب اللي في التليفون. هل التليفون ده مغير حاجة، مغير شاشة، هل البطارية فيها مشكلة؟ لان ممكن التليفون يضحك عليك فيه، لان بنسبة كبيرة التجار بيبيعوه براند على اسم السامسونج، بس انت بتشتريش حاجة وخلاص ترمي فيها فلوسك. خد بالك وانت بتشتري لان في تليفونات تانية افضل منه واحسن منه كمان في نفس الفئة السعرية. ولو انت يعني بتدور على تليفون مستعمل خش على القناة بتاعتي واشترك، وهتلاقي كل اسبوع بنزل تليفون مستعمل وبقول لك عيبه وميزته وهل ينفع في 2026 ولا لا. ويلا ننتقل للتليفون التاني. نيجي لملك التطبيل في سوق التليفونات المستعملة، هو الاوبو A16. التليفون عملي، ايوه عملي، بس المعالج بتاعه ضعيف. المعالج بتاعه هيليو جي 35. التليفون اول ما نزل كان المعالج بتاعه في الارض، ما بالك بقى دلوقتي في 2026 هيبقى عامل ازاي؟ هتلاقي التليفون بيفتح البرامج ببطء موت، يعني ما بالك بالالعاب بقى، وده بسبب المعالج بتاعه ضعيف جدا. كمان هتلاقي الكاميرا بتاعته بتتاخر في الاستجابه، والشاحن بتاعه بياخد وقت طويل. ليه؟ لان البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير، بس سرعه الشحن كام؟ 10 واط. الموبايل ده ينفع مكالمات وبس، غير كده بلاش منه. لو وصلت لحد هنا والمعلومه مفيده وعجبتك اعمل لايك عشان المعلومه توصل لغيرك ويستفيد. ويلا نكمل. دلوقتي بقى احنا هنيجي لملك البراندات في سوق المستعمل، هو الايفون 8 بلس. ايوه يا صاحبي، التليفون ده براند، بس حرفيا انت لو اشتريت التليفون ده في 2026 انت لبست. خد بالك عشان البطاريه بتاعته ضعيفه موت. كمان اداء التليفون محدود، والدعم بتاع البرامج قرب ينتهي والتحديثات بتاعته ما عادش هينزل له تحديثات تاني. ايوه انت اشتريت الايفون، بس انت هتقعد جنب الشاحن بسبب البطاريه بتاعته ما بتكملش حتى ساعتين. طيب هل انا هسيبك دلوقتي محتار؟ ابدا. انا دلوقتي بقى هقول لك تشتري ايه في نفس الفئه السعريه بتاعت ال3 تليفونات دول علشان تاخد حاجه نظيفه وما ترجعش تندم بعدين. اتفضل يا صديقي. اول تليفون معانا هو الريدمي نوت 10 والهواوي النوفا 5 تي. ولو لقيت السامسونج A34 بسعر مناسب هيبقى لقط. وخلي بالك علشان الاهم من البراند بتاع الموبايل هو حالة الموبايل، يعني البطارية تكون كويسة والشاشة سليمة والجهاز ما فتحش قبل كده. دلوقتي لو جينا نلخص اداء التليفونات دي فيبقى عندك اضعف اداء هو الاوبو A16، واكتر تليفون مش مضمون هو السامسونج A51. اكبر اختيار غلط 2026 هو الايفون بلاش منه. ليه؟ زي ما قلت لك البطارية ميتة. ولو مهتم بسوق الموبايلات المستعملة اشترك في قناة يوزد اب فون وفعل الجرس علشان الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون مهم. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير، واكتب لي في التعليقات اكتر موبايل ندمت انك اشتريته.